هنبدأ إن شاء الله في المشروع بتاعنا بتاع الريف المصري. هنعمل أول حاجة فيها البيت الريفي. هنا هنجيب علبة بلاستيك قديمة وهنرسم عليها شكل الباب والشباك. طبعا كل واحد بيرسم الشكل اللي تخيله وحسب الشكل اللي يعوزه يعني. هنجيب مشرط أو قطر حامي ونبدأ نقص الشكل اللي احنا رسمناه، وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقصوا الشكل بالراحة، لأن البلاستيك القص فيه بيكون صعب وخطر شوية. وده هيكون شكل العلبة بعد ما قصيناه. هنا هنبدأ نجيب ورق مقوى كرتون وهنلزقه في بعض بمسدس الشمع زي ما واضح في الفيديو، ونحاول نعمل شكل سلم تخيلي كده مناسب لحجم العلبة، بحيث انه يبقى سلم مثلا بيطلع على السطح اللي فوق للبيت. وده شكل السلم بعد ما عملناه ولزقناه في العبوة. طبعا ده الأساس بتاع السلم مش السلم نفسه. هنا بقى بنجيب قطع كرتون صغيرة وبنبدأ نعمل بيها الدرج بتاع السلم. نقص قطعة قطعة ونلزقها في بعض، نعمل بيها الدرج لحد ما نكمل السلم كله. وده الشكل النهائي بعد ما عملنا السلم بالكامل ولزقنا الدرج وكل حاجة تمام. هنا بقى نبدأ نجيب قطع خشب صغيرة ونبدأ نلزقها بسوبر جلو أو مسدس شمع لعمل شكل الخشب اللي هو بيشيل السقف. دايما كده يا جماعة البيوت الريفية القديمة أو البيوت اللي بالطين اللي في الريف بيبقى فيه خشب كده في السقف بيشيل السقف بتاعها يعني، واحنا بنعمل الشكل كده كشكل تخيلي يعني. الخطوة الجاية يا جماعة نبدأ نعمل تأثير الطين اللي بيكون على شكل البيت من بره. بنحتاج في الحركة ديت إن احنا بنعمل خليط عبارة عن معجون خشب ومعجون حوائط اللي هو بيتعمل بيه الحوائط. نحط جزء مناسب منه في علبة أو في طبق، ونبدأ نحط عليه جزء قليل من الغذاء الأبيض بتاع الأخشاب. ده غذاء شفاف، ممكن برضو غيره أبيض عادي. ونجيب لون بني، دي ألوان دهانات بتستخدم في الدهانات يعني دهانات الشقق وكده والبيوت. ده هنحط نقطة أو اتنين على الخليط بحيث يعني نقرب شوية من شكل الطين أو اللون بتاع الطين، ونقلب المعجون ده جدا جدا بحيث إن هو يكون كله متجانس مع بعضه، لأن الغراء مع المعجون بيدي صلابة وقوة بعد ما ينشف إن شاء الله. هنجيب قطعة خشب صغيرة ونبدأ ناخد بقى المعجون ونحطه على البيت من بره. طبعا احنا بنحطه على البيت بالكامل، وممكن برضو نستخدم فرشة أو قطعة سفنج ونعمل بيها تأثير الطين من بره زي ما واضح في الفيديو بالظبط. منسيبش مكان في البيت كله غير لما يتعمل بالمعجون دوت. بعد ما بنعمل البيت بالكامل بنسيب المعجون دوت ينشف من 6 ل8 ساعات، ويفضل يوم كامل.
هنا انا جبت قطعة خشب وبدأت اعمل بيها تأثير كده على البيت من بره شكل الطين. شايفين بمشي ايدي ازاي، بحيث ان انا بخلي المعجون مش ما هواش بارز قوي ولا هو ناعم جدا، يعني يبقى فيه ملمس كده بحيث ان هو فيه خشانة فيه. طبعا يا جماعة كل الخامات اللي انا ذكرتها ديت زي المعجون او الغراء او الدهان دي كلها هنلاقيها موجودة عند الناس اللي هما بيبيعوا الدهانات او الحداد والبويات، منتشرة جدا وسعرها رخيص، يعني مفيش فيها اي تكلفة. هنا نبدأ مرحلة التلوين. التلوين ده يا جماعة في منه انواع كتير والالوان في منها انواع وخامات واشكال كتير، يعني في منها الاكليريك او الالوان الزيتية والالوان البلاستيك، كل حاجة ممكن تمشي عادي مفيش اي مشاكل. انا هنا هبدأ استخدم الوان بلاستيك وهي تعتبر من ارخص الالوان يعني. بنجيب لون بني ونبدأ ندهن بيها البيت بالكامل كطبقة أولية للشغل، مش هنسيب أي مكان في البيت غير لما يدهن باللون ده. إن شاء الله هبقى أعمل لكم حلقة كاملة عن إزاي نعمل الألوان الأكريليك أو الألوان الزيتية في البيت من مواد بسيطة وسهلة. بعد كده هنجيب لون بني فاتح وهنبدأ نمسح الفرشة في ورقة بحيث يبقى يعني في لون بسيط جدا هو اللي موجود في الفرشة، ونبدأ نعمل بشكل عشوائي على البيت نلون، بحيث ان احنا نلون بس الاطراف البارزة من البيت، الاماكن العالية. بعد كده هنجيب لون اسود اكريليك مخفف ونبدأ نلون بيه البيت ونمسحه بقطنة او بسفنجة، بحيث ان احنا يدينا تأثير انه بيت قديم وتأثير العوامل الجوية باين على البيت زي ما انتم شايفين في الفيديو بالظبط. وطبعا ما ننساش ان احنا ندهن لون الخشب بلون بني. يا ريت يا جماعة اللي عنده اي ملاحظة او استفسار سيبولي في الكومنتس وان شاء الله هرد عليه. ان شاء الله الحلقة القادمة هنتعلم فيها ازاي نعمل الباب والشباك بتفاصيل دقيقة وبشكل جميل وبأدوات متاحة وسهلة إن شاء الله. انتظروني في الحلقة القادمة.